لو نفسك في أعلى لابتوب على الإطلاق من حيث المعالج وكارت الشاشة يديلك أداء لابات فعليا بتبقى أغلى منه ب 10000 و 15000 جنيه، وفي نفس الوقت يديلك خامات أحسن منهم وتبريد وشاشة أفضل منهم، فأحسن لاب بنتكلم عنه معانا هنا هو ال HP الزد بوك الفيوري ال 17 جي 8. أنا عارف إن الاسم بتاعه كبير، بس ده على عكس اللابتوب نفسه اللي بيجي بحجم صغير جدا وبوزن رفيع جدا بالنسبة للابتوب 17 إنش. اللابتوب معانا هنا بيجي بمعالج كور اي 9 من الجيل ال 11. ده معالج 8 انويه 16 مسار تردد تربو 5.3 جيجا هرتز، وده معالج هيديلك اداء اعلى من اي معالج تتخيله سواء في الفئه السعريه بتاعت اللاب ده او حتى في الفئات السعريه الاغلى منه بمراحل. كمان كارت الشاشه اللي في الجهاز هنا هو ال RTX ال A3000، وركز في حرف ال A دوت لانه مهم جدا، لان ال A3000 هيديلك اداء ال RTX ال 4060، هيديلك اداء ال RTX ال 5000 بتاع الاجيال اللي فاتت اللي كان بيجي بمساحه 16 جيجا، مع ان الكارت اللي هنا مساحته 6 جيجا GDDR6. وقبل بس ما تستغرب وتقول لي ازاي كارت 6 جيجا يديني اداء كروت 16 جيجا، فاحب اقول لك ان الكروت عموما ما بتتقاس بالمساحه، بس تقدر تشوف التجربه اللي عملناها للجهاز دوت في الالعاب والبرامج الهندسيه واللي ادت نفس الاداء بالظبط بتاع ال RTX ال 5000 بتاع الجيل اللي فات. كمان الجهاز بيجي لك بهاردات بتوصل لحد 2 تيرا SSD، ومعاك كمان مساحه تركب هارد ثالث HDD، وكمان عندك هنا رامات نقدر نوصلها لك لحد 64 جيجا، والشاشه 17 و3 انش. مش محتاج اتكلم طبعا عن الاداء والدقه بتاعتها اللي بتيجي بدقه فول اتش دي ببانل IPS. الالوان بتاعتها طبعا جباره وهتساعدك جدا لو انت شغال في المونتاج او في الجرافيكس، وكل بقى الامكانيات والمميزات دي بتبدا من اول ال 38000 جنيه. والسعر ده احنا بنتكلم في لابتوب هيدي لك اداء اللابات الجيمنج اللي معديه ال 50000 جنيه، هيدي لك خامات مش موجوده في اي لابتوب جيمنج تاني، لان اللابتوب هنا بيجي بالكامل من المعدن، وكمان الوزن بتاعه 2.6 كيلو جرام بس. يعني احنا بنتكلم في وزن خفيف، حجم رفيع، البيزلز بتاعت الشاشه صغيره، الوان شاشه كويسه، ومع كل دوت اداء جبار بيعادل اداء اللابات اللي معديه ال 50000 جنيه. الجهاز طبعا تقدر تطلبه من الموقع بتاعنا اللي هسيب لك الرابط بتاعه تحت في الكومنتات لو انت بتتفرج على الفيديو دوت على يوتيوب، او لو انت على تيك توك هتلاقي الرابط موجود في البايو.